طبعا عارفين الكتابة الهيروغليفية، ودي النقوش اللي موجودة على جدران المعابد في مصر. ولاحظ كمان ان في علماء بيفهموا معاني النقوش دي، ومش بس كده، ده في علماء بينطقوها وبيتكلموا باللغة دي كمان. ولكن يا ترى ازاي العلماء عرفوا معاني اللغة دي وبيتكلموا بيها كمان؟ وكل ده ازاي؟ من خلال الرموز بس. الحكاية بدأت لما اكتشفنا حجر رشيد سنة 1799. الحجر كان مكتوب عليه نص مترجم ل3 لغات، وهي الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة. الباحثين اللي فكوا رموز الحجر فكوها عن طريق الترجمة، يعني خدوا كل كلمة في الهيروغليفي وشافوا مقابلها ايه في اللغات التانية لحد ما فهموا اللغة المكتوبة دي عبارة عن ايه بالظبط. يعني من الآخر المصريين القدماء كانوا كاتبين نفس النص ولكن مترجم ل3 لغات، منهم اللغة اللي كانت معروفة بالنسبة للعلماء وهي اليونانية القديمة، واللي من خلالها عرفوا اللغة الهيروغليفية واللغة الديموطيقية. يعني اللغة اليونانية القديمة هي المفتاح اللي من خلالها عرفنا معاني رموز الفراعنة. وبس كده يا سيدي، ادينا فهمنا ازاي عرفنا لغة الفراعنة. وعلى فكرة المصريين لسه بيستخدموا بعض الكلمات الهيروغليفية لحد النهاردة حتى من غير ما يعرفوا. كلمات زي كخة يعني الشيء القذر، وطنش يعني فكك، وست يعني امرأة، وفي كلمات غيرهم كتير. ولو عايز نعمل فيديو عن بعض الكلمات دي قولي في التعليقات. وبس كده، ما تنساش انك تتابعني وتعمل لي لايك لو عجبك الفيديو. يلا سلام.